السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نبدأ حلقة النهاردة ونقول بسم الله. أنا دكتور شغال في مستشفى حكومي معروفة في وسط البلد. مش هقول اسمها، بس لو انت من القاهرة أكيد عديت على المبنى الضخم القديم. مبنى باين عليه القدم، تحس إن الطوب نفسه حافظ صرخات ناس عدوا من هنا. بس اللي محدش يعرفه إن في الدور التاني في ممر محدش بيروحه، اسمه الممر 7. الممر ده كان مقفول من أيام التسعينات بعد حادثة غريبة حصلت فيه. كانوا بيقولوا إن في دكتور دخل وخرج يجري مرعوب وما تكلمش تاني. اتنقل من المستشفى وبعدها بشهر انتحر. الممر اتقفل والإدارة قالت إنهم بيجددوه، لكن مر عليه 30 سنة ولسه ما اتفتحش. في يوم وأنا بمر في الدور ده رايح أوقع على تقرير، سمعت صوت بينادي عليا، صوت ناعم بيقول اسمي بهدوء: دكتور، دكتور خالد. وقفت، الصوت جاي من ورا الباب المطرب بتاع الممر 7. قلبي كان بيدق بسرعة. ساعتها افتكرت تحذير الممرضة أم فتحي، الست الكبيرة اللي شغالة في المستشفى بقالها 40 سنة. كانت دايما تقول: لو سمعت صوت بيناديك من الممر 7 تجاهل أو اقرأ آية الكرسي فورا. بس الفضول غلبني وقربت من الباب، لقيته مفتوح بشق صغير كان المفروض مقفول بالسلاسل. دخلت والمكان كله ريحة تراب وبرد غريب. الممر طويل، نوره خافت، وسمعت صوت خطوات خفيفة بتبعد وصوت نفس حد بيبكي. دخلت أوضة كانت على الشمال، وهناك شفتها ست لابسة أبيض باهت، شعرها طويل ومدلدل، بتبصلي من ورا ستارة سميكة. ملامحها مش واضحة، بس عينيها كانت حمرا، دم صافي. جريت وفضلت أقرأ آيات من القرآن وأنا خارج. حسيت إن المكان كله بيتحرك، الحيطان بتصدر صوت أنين كأن الممر بيقاوم وجودي فيه. رجعت مكتبي، لقيت ممرضة قاعدة متجمدة ووشها شاحب. سألتها: مالك في إيه؟ قالت لي بصوت مرعوب: دكتور، حضرتك دخلت الممر 7؟ سمعته بينادي عليا ودخلت. ده مش صوت بشري، اللي بينادي هناك كيان بيقلد أصوات اللي يعرفوه عشان ترد، وساعتها بيبقى ليه حق يتتبعك. من اليوم ده وأنا مش بنام طبيعي، كل ليلة أحلم بنفس الممر، نفس الست، بس في كل مرة بتقرب أكتر، لحد الليلة اللي أخدتني من إيدي وخلتني أشوف قبيلتها. مكان زي كهف، كائنات كتيرة ماشية على 4 رجلين، عيونها لونها أزرق فسفوري، ملامحها ممسوحة، وأجنحة جلدية بتتحرك وراهم. الست دي كانت منهم، جنية عشقة، وبتقول إن الممر ده مكان عبورهم وإنهم بيدوروا على مضيف. حكيت لشيخ كبير وجالي المستشفى، قرأ قرآن لمدة ساعتين، وبمجرد ما بدأ الكهرباء قطعت والكل حس بريحة حريق. الشيخ قال: الكائنات دي من النوع اللي بيختار المكان ويتخذوا مسكن، وطردهم محتاج تحصين يومي وذكر مستمر. من ساعتها وانا ماشي بالمصحف في جيبي وآية الكرسي دايما على لساني. بس الغريب لحد النهاردة كل ما اعدي من جنب باب الممر 7 الاقيه بيتهز، كأن في حد ورا الباب مستني. الشيخ اسمه عبد الدايم، راجل كبير في السن، ملامحه مطمنة رغم التجاعيد اللي زينت وشه، وصوته واطي لكنه مليان هيبة. أول ما دخل الممر قال بصوت حاسم: اقفلوا الباب ورايا، اللي هيحصل هنا مش لازم يخرج بره الممر. وقف في نص الممر، فرش سجادته وبدأ يقرأ سورة البقرة بصوت جهوري. الممر كله بقى كأنه بيترج،
الإضاءة انخفضت وبرودة المكان بقت مؤلمة. الترمومتر اللي كنت شايله قرأ 4 درجات تحت الصفر. وأثناء التلاوة سمعنا صوت صرخة، مش صرخة بشر، كانت صرخة حاجة مكسورة موجوعة مليانة كراهية. باب غرفة رقم 7 اتفتح لوحده، وخرجت منه نفس الست اللي كنت بشوفها في أحلامي، لكن المرة دي كانت هي بالكامل. لبسها أبيض ملوث بالتراب، وشها مشوه وكأنه فيه نار كانت ماسكة فيه. ايديها فيها مخالب سودة، وكل ما تمشي الأرض تحتها تسود. الشيخ استمر، صوته علي ورفع ايده وقال: أنا مش هنا أحارب، أنا هنا أقطع الوصل بين عالمين. وفجأة الست دي وقفت على بعد خطوة مني، بصت له بعين واحدة كانت سليمة وقالت: انت ما تعرفش احنا مين؟ احنا مش جن وبس، احنا من نسل الرصد، خدام الأماكن الملعونة. وهنا الشيخ اتغير لونه وقال بصوت مرتعش لأول مرة: يبقى لازم نمشي فورا. خرج يجري وشدنا وراه وقال جملة عمري ما هنساها: الرصد مش كيان واحد، الرصد منظومة، وكل ما تقطع واحد يظهر 10. بعد الليلة بعد الليلة دي إدارة المستشفى فعلا قفلت الممر نهائيا، جبسوا بابه وركبوا حديد ومنعوا أي حد يطلع الدور التاني. الشيخ نفسه تعب بعدها، جاله نزيف في عينه الشمال، وقال إنهم حاولوا يزوروه في بيته، وقال حاجة مرعبة: اللي شافني في المنام ما كانش بيهددني، ده كان بيبلغني إن وقتها قرب، وقتك قرب يا عبد الدايم. ومات بعدها ب4 أيام، مات وهو ساجد ووشه مرتاح، بس جسمه كله كان متجمد كأنه كان في فريزر. أنا لسه عايش، بس كل ليلة قبل ما أنام بحط مصحف جنبي والقرآن شغال على سورة البقرة طول الليل، لأن اللي شفته ما كانش حلم وما كانش وهم. اللي في الممر 7 لسه هناك مستني حد يفتح الباب. وبكده تبقى خلص حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واكتب لنا في التعليقات رأيك في الحلقة. سلام عليكم.